الإرهابيين والتكفيريين وتنظيم القاعدة، إذا أنتم هكذا تردون العراق دولة إسلامية، فمو من الأولى بكم أن تروحون لدولكم تسووها إسلامية؟ يعني جايين من المغرب يسوي دولة إسلامية بالعراق، ليش ما يسوي المغرب دولة إسلامية؟ جايين من السعودية يسوي دولة إسلامية بالعراق والسعودية ويعبر الحدود ويتأذي ويفجر روحه، ليش ما يروح للسعودية يفجر بالسعودية؟ والأمريكان موجودين بالسعودية، موجودين بالإمارات، موجودين بالبحرين، موجودين بمصر، كل الدول العربية قواعدهم موجودة. نعم، روح فجر لهم هناك، فجر وفجر العراق، بدل ما تفجر الأطفال العراقيين بالمدارس وبالجامعات وبالأسواق، روح فجر هناك داخل الأراضي وسوي لك دولة إسلامية يا أخي بالمغرب وبتونس وبالسودان، وسوي دولة إسلامية على هو احنا دولة إسلامية بكل. طيب بس مو بتفجير الأطفال دولة إسلامية، مو بتفجير النساء، مو بتفجير المدارس والجامعات، مو بالإرهاب، مو بالقتل. يعني احنا صرنا ضحايا لأشخاص يأتون يعبرون الحدود من دول لقتل المواطن العراقي. والله احنا نريد نسوي دولة إسلامية بالعراق، نريد نسوي حجاب. يا أخي بلدك ما فيه حجاب، نريد نلبس العباءة للمرأة العراقية المسيحية. يا أخي المسيحية ما تلبس عباية، أنت بلدك لابس البنطار شو اسمه والجينز، هذا يسمونه الجينز الكاوبوي. أنتم بلادكم تشربون حشيشة بالسعودية، تشربون حشيشة وتحششون على البحر، تريد تمنع بالعراق وتسوي دولة إسلامية بالعراق.